اهلا بيكم في فيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو ده هنتعرف فيه على اضافه انا متاكده ان هي هتفيد ناس كتيره قوي. الناس المهتميه بالانتريور ديزاين او بالعماره او حتى حد ملهوش اي علاقه بالكلام ده وعايز ان هو يجدد المكتب بتاعه او الاوضه بتاعته. الاضافه دي هتكون مفيده قوي ليكم. انا مبدئيا بس قبل ما ابدا بستخدم بلندر 4.5، فانا مش عارفه الاضافه دي موجوده في النسخ اللي قبل كده ولا لا. خلينا بقى نبدا. هنيجي عند edit ومن preferences. هاجي عند كلمة get extensions وهكتب في السيرش ايكيا وهدوس install. استنى شوية، خلاص نزلت لي. هاجي عند الادوات واتأكد ان هي متفعلة، وهي كده متفعلة خلاص. هاجي اقفل بقى هنا وهدوس حرف ال N من الكيبورد. هتتفتح لي القائمة اللي على يميني دي. هاجي ادوس عند كلمة ايكيا، اكتب في السيرش اي حاجة انا عايزة اضيفها، وليكن مثلا انا عايزة اضيف كنبة وبتظهر لي بالشكل ده. هاجي بقى مثلا اعمل امبورت للشكل الكنبه دي، بس امسح الكيوب بتاعنا الاول. ومثلا هاجي اضيف وليكن كرسي. نزل لي كل الاشكال. وهاجي اضيف كرسي تاني، اغير بس مكان 3D كارسر واقول له امبورت، وبتظهر لي بالشكل ده. تلاقي كل حاجه موجوده حرفيا جوه ايكيا موجوده هنا. لو انتوا مثلا عايزين تضيفوا مكتب، واحلى حاجه ان هي بتنزل بالماتيريال بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. وبس كده، هسيبكم بقى تكملوا انتوا ابداعاتكم. يا رب يكون الفيديو مفيد. لو حسيتوا ان هو فاتكم ممكن تعملوا لايك او سبسكرايب، تبعتوه لحد مهتم ان هو يجدد بيته. واشوفكم على خير ان شاء الله.